اهلا يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اجنحه الدجاج بصوص البافلو. دي اكله صينيه جميله جدا، طعمها حلو. هتعجبك لو انتي مش عملتيها قبل كده، بجد هتعجبك كتير. هنعملها كمان باجنحه الدجاج ومش مكلفه خالص باذن الله. هنقطع الاجنحه الدجاج بالشكل ده. احنا اول حته اللي هي الناشفه المعضمه دي هنرميها، هي بتزفر اصلا الحاجه وما فيهاش لحم، فكده كده نشيلها، مش محتاجينها. بعد كده هنقطع الجناح لنصين بالشكل ده علشان خاطر تدينا طعم احلى، الصوص بتاعها يدخل فيها كده وتدينا طعم احلى وتستوي كمان بسرعة. هنقطع بقى الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده. زي ما قلت لكم، اول قطعة اللي هي الناشفة دي هنرميها، ما فيهاش اي لحم ولا فيها اي حاجة، هي عبارة عن عظم يعني، فنرميها يستحسن. هنقطع بقى كل الكمية بالشكل ده. انت معاكي بقى كيلو من الجناحة، نص كيلو، ايا كان الوزن معاكي هتعملي بيه الوصفة دي. هنجيب هنا ربع معلقة من الكزبرة، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من البابريكا وكمون، ومعايا هنا معلقة كبيرة من صوص دبس الرمان. هنحط معلقة كبيرة، وهنحط معلقة كبيرة من الزيت الزيتون، وهنحط نص معلقة من الملح. هنقلب ده كله مع بعضه، وهنحط نص ليمونة. ولو انت حابة سبايسي، الأجنحة بتاعتك تكون سبايسي، هتحطي شوية شطة في الوقت ده برضو. وهتقلبي المكونات اللي احنا حاطينها مع بعض، وبعد كده تنزلي بالأجنحة بتاعتك. طبعا الأجنحة بتاعتك دي لازم تكون مغسولة كويس ومنقوعة في الملح والسكر والدقيق. تكوني غسلاها كويس جدا وتعملي لها محلول الماء اللي احنا بنعمله زي ما قلت لكم. وبعد كده بعد ما حطيناها في التتبيله بالشكل ده، هندخلها بقى التلاجة لمدة 3-4 ساعات علشان تديك الطعم اللي احنا عايزينه في الاخر. انا غلفتها كده علشان خاطر هدخلها التلاجة. بعد 3-4 ساعات بتطلعيها بقى وتشتغلي فيها. هنحط حوالي نص كوباية من الدقيق، هنغلفها كويس جدا بالدقيق. وفي الوقت ده بتكوني حاطه الزيت على النار علشان يسخن، علشان تحمري فيه الأجنحة بتاعتك. شكلها جميل، طعمها حلو، جربيها. يعني اللي بيحب يعمل حاجات مختلفة، بنحب كده اللي احنا ساعات ما نعملش حاجات تقليدية، نحب نعمل حاجات مختلفة ان احنا ما نزهقش، اولادنا ما يزهقوش. كمان ما دام ما يشتروا الاكل من بره، انت كده بتشجعيهم ان هم ياكلوا كل اكلهم من البيت. هنقلبها بقى كويس جدا، وبعد كده تعالوا يلا نشوف هنعملها ازاي تاني. غلفناها كويس، انا بوريكم انا غلفت القطعه كلها بدقيق كويس. هنحمرها التحميره العاديه في الزيت، ولازم تكون مستويه سوا كامل. بعد كده هنجيب طاسه على النار، نحط فيها الزيت، حوالي كده معلقتين من الزيت. وبعد كده هحط معلقه كبيره من الصلصه، واحط هنا شوية من الرشة كده من الفلفل الاسمر والكزبرة الناشفة، وكمان معايا كاري. الكاري بيديها طعم حلو قوي، وكمان البابريكا. هنقلبهم كويس ونكون مهديين عليها النار علشان خاطر التوابل دي ما تتحرقش معانا. وهنجيب هنا نص كوباية من المية، عليها معلقة نشا كبيرة علشان نعمل صوص البافلو. حطينا قلبنا كويس النشا في المية علشان خاطر ما تكلكعش معانا. وهنقلب فيها على طول علشان بعد ما تحطيها على النار تقلبي فيها كويس عشان ما تكلكعش معاكي. هنحط كمان معلقة كبيرة او معلقتين من دبس الرمان، هنقلب فيهم حوالي مثلا دقيقة كده. وبعد كده هننزل بأجنحة الدجاج معانا، طريقة حلوة جدا، وكمان الصوص ده هيديها طعم حلو. هنقلبها بقى في الصوص بتاع ده، الصوص اللي احنا عاملينه. أجنحة الدجاج هتشرب كل الصوص اللي احنا عاملينه، ويبقى طعمها حلو قوي قوي. بنقلبها كده في الصوص، هي هتشرب كل الصوص ده دلوقتي، ويبقى شكلها جميل جدا، شكلها شهي كده وحلو، وكمان طعمها حلو. وزي ما قلت لكم لو انتوا عايزينها سبايسي تحطوا شطة. علشان كده في ناس بتحب الاكلات دي او الاكلات
اللي هي الهندية او الصينية بيبقى مشطشطة شوية. شايفين شكلها حلو قوي، شكلها جميل. يعني انت لو حطيت الطبق ده لاطفالك او لولادك الكبار بجد هيحبوه جدا جدا. وهنحط على الوش بقى رشة من السمسم كده، بيديها طعم حلو كمان. شايفين هي مش ناشفة خالص، جوسي كده وطرية. هتعجبك جدا الطريقة دي، طريقة مختلفة، طريقة يعني مش اللي هي زي العادي اللي احنا بنعملها. جربيها حتى لو في كمية قليلة، ولو عجبتك كتري الكمية. نشوفها من جوه جميلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. متنسوش بقى اللايك والاشتراك. مع السلامة.